بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة بين العلم والفكاهة في دردشة طبية على السريع. إحنا في مصر عندنا مصطلحات عجيبة جدًا ما أنزل الله بها من سلطان في موضوع الطب أو في تشريح جسم الإنسان. فعندنا مثلًا المعاميع اللي هي كل مداخل التجويف، البطن. طبعًا الكلام ده ما حدش هيفهمه غير المصريين فقط يعني، فأي حد مش مصري ما يفتكرش إن إحنا بنتكلم هيروغليفي. دي العامية المصرية بتاعتنا. في معظم محافظات مصر تقريبًا نفس الكلام بيبقى مشترك يعني. المعاميع اللي هي أي حاجة جوّه البطن بقى، كبد، كلية، مصارين، قولون، مش عارف إيه، كلّها اسمها معاميع. البظابيظ اللي هي تحت الجلد بقى. اللباليب أعلى باطن الفخذ، يعني الفخدة من جوّه، من الباطن يعني، بس من فوق. اللغاليغ بتاعة عادل إمام هتقطع منهم اللغاليغ، واللي هي منبع اللسان أو آخر اللسان من الخلف من ورا. الترابيس دي أعلى الكتفين، المجانس برضه. الفقافيق اللي هي البثور اللي بتطلع في الحرق، الحتة اللي هي اللي زي البالونة دي اللي جواها في بتاع ده، بيبقى فيها يعني زي سائل كده، دي اللي هي الفقافيق. الضرادير اللي هي اللثة، وخصوصًا لو اللثة ما فيهاش لسه أسنان، يعني يا إما ضرادير طفل صغير لسه ما سنّنش، أو ضرادير واحد عجوز كبير سنانه وقعت. الفسافيس اللي هي الحبوب بقى اللي بتطلع في الجلد، أيًا كان بقى حبوب دي، حساسية، حبوب، التهاب مثلًا، حاجة في المناعة، حاجة في أي حاجة، اسمها فسافيس ومفردها فسفوسة. البقابيق اللي هي تورمات الخبطات، تفرق طبعًا عن الفقافيق بتاعة الحرق، نركّز يعني. والرهاريط اللي هي أو برضه بتتقال اللظاليظ، اللي هي الترهلات بتاعة الناس لمّا تتخن تبقى عندها لظاليظ أو وظاويظ أو رهاريط. طبعًا ناخد مفرداتهم طبعًا: معاميع، معماع، بظابيظ، بظبوظ، لباليب، لبلاب، لغاليغ، لغلوغ، ترابيس، ترباس، فقافيق، فقفوقة، ضرادير، ضردار، فسافيس، فسفوسة، بقابيق ما أعرفش صح تبقى بقبوقة والّا إيه ما أعرفش، رهاريط، رهراط. دي العامية المصرية العظيمة في التشريح. حبينا بس نغيّر من طبيعة الحلقات اللي هي جافة شوية، فعملنا لكم حلقة شِبه كوميدية يعني. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.